ازيكم عاملين ايه؟ يلا نعمل مع بعض النهارده أكلة مختلفة شوية. هنعمل الحواوشي بطريقة لذيذة قوي، وهنسويه على الجريل مش هندخله الفرن زي كل مرة. وهنعمل فراخ مشوية بتتبيلة بسيطة خالص، وفي نفس الوقت لذيذة قوي. وهنسويها على الفحم بطريقة سهلة جدا ومش هتاخد معاكي وقت خالص. أولا الفراخ هتقطعيها الربع اللي هو فيه الدبوس، قطعيه نصين. هتدقيه بالشكل ده كده بحيث ان ايه، كل سمكه يبقى سمك واحد ويبقى رقيق على قد ما تقدري، علشان يتشرب التتبيلة كويس، وفي نفس الوقت ما ياخدش وقت في السوى. الربع اللي فوق اللي هو الصدر ده قطعيه 3 حتت علشان بيبقى تخين شوية، ودقي بقى كده. قطعت الكمية كلها الأول ودقيتها، وبعدين حطيت عليها عصير الليمون نص كوباية، 3 بصلات وسط مفرومين ناعم، 3 علب زبادي من الحجم الصغير ده، الكمية دي ل3 فراخ. وبعدين التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، شطة، بابريكا، توابل فراخ، كل حاجة معلقة كبيرة. قلبت بقى التتبيلة مع بعض كويس قوي كده، وبعدين حطيتها على الفراخ وغلفت بيها الفراخ كويس قوي بحيث ان الفراخ كلها تتشرب من التتبيلة. سيبيها بقى 3 4 ساعات، ويا ريت لو تسيبيها لتاني يوم في التلاجة، غطيها وسيبيها في التلاجة لتاني يوم. على بقى ما الفراخ هتتبل هنبدأ نعمل الحواوشي بتاعنا. كيلو ونص لحمة، حطيت عليه بصلتين كبار مفرومين ناعم قوي كده، ربطة بقدونس متقطعة صغير قوي، دي فلفلاية رومي متقطعة صغير. التوابل بقى ملح وفلفل اسود وكمون وبصل بودر وتوابل لحمة، كل حاجة معلقة كبيرة. نص فلفلاية حمرا ونص وصفرة سوري، متقطعين صغير قوي، وفلفلاية واحدة سبايسي، دي يعني ايه، اختياري، لو مش عايزاه حراق بلاش منها. قلبت بقى كله مع بعضه كده، وبعدين بايدي عجنته كويس قوي. عجنته كده حوالي 7 8 دقايق بايديا لحد ما امتزج كله مع بعضه. وبعدين جبت العيش اللي هنستخدمه، دي اخر اضافة، معلقة سمنة كبيرة وقلبتها عليه. العيش اللي هنستخدمه فتحته بالمقص بالطريقة دي كده. وبعدين ايدك بقى ميزان، هتاخدي كرة كده من اللحمة، بتحاولي انها تحطيها في كل رغيف قد بعض، وتسويها بايدك كده، ما تخليش في حتة فيها فراغات ولا حتة فيها كتير عن التانية. عملت بقى الكمية كلها الأول. احنا طبعا حطينا السمنة جواه، فبره بقى هندهنه بالزيت. الجريل سخنته قوي ودهنته بالسمنة الأول، وبعدين حطيت فيه العيش بالشكل ده وغطيته 10 دقايق كده ونشوفه. بالنسبة للشواية اهي، الفحم بقى ولعته كويس قوي، وبعدين حطيت الفراخ في الشواية بالشكل ده. الفراخ لما دقيناها مش هتاخد وقت في السوا خالص، وهتطلع معانا طريقة طرية وحلوة قوي. هنعمل بقى سلطة كول سلو. قطعت الكرنب الأول شرايح، وبعدين الجزر قشرته وبشرته أهو بالمبشرة بالناحية اللي هي الكبيرة. بالنسبة للدريسنج بتاعنا، أنا عاملة كمية كبيرة شوية، فحطيت 3 علب زبادي وكوباية مايونيز وكوباية لبن ساقع. قلبت بقى كله مع بعض كده، وحطيت له معلقتين كبار خل، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود. قلبت بقى كله مع بعضه كويس كده، وبعدين نقلت الدريسنج ده حطيته على الكرنب بتاعنا والجزر. تقلبيه بقى كويس قوي، وادي كارما بتحاول ان هي تقلبه مش هتعرف. قلبته بقى كويس مع بعض كويس كده، ودخلته التلاجة لحد الأكل ما يخلص. بالنسبة للفراخ حوالي 10 دقايق وهنقلبها الناحية التانية. زي ما بقولك الفراخ لما دقيناها شربت التتبيلة كويس قوي، وطلع السوا بتاعها حلو، وفي نفس الوقت طرية مش ناشفة، لأنها ما أخدتش وقت قوي على الشواية في الشوية يعني. طلعت بقى أول دفعة من الفراخ، وأدي الحواوشي أهو بقلبه، ونديله كده دهنة بالفرشة، دهنة زيت أو سمنة اللي يعجبك. احنا حاطين له سمنة جواه كويس قوي، فممكن تدهني بزيت من بره، كفاية المرة دي. بالنسبة بقى للفراخ، خدي بالك إن وانتي بتحطي دفعة جديدة بعد اللي طلعناها من الشواية، خدي بالك إن انتي تنضفي الشواية كويس قوي. الحواوشي أهو بقى ما أخدش حوالي 7 دقايق تقريبا كل جنب كده، وكان استوى وجميل قوي. عملت الكمية كلها الأول، وبعدين بقى نشوف الفراخ. زي ما بقولك الشواية نضفيها كويس قوي بعد ما تطلعي، لو هتعملي يعني على مرتين زي ما عملت كده، طلعي الدفعة الأولانية ونضفي الشواية كويس قوي عشان ما يبقاش في حاجة لازقة فيها محروقة وتأثر على الفراخ النية، تبقى ممررة فيها يعني. ادي بقى أكلتنا النهاردة. أنا عملت جنب الفراخ كده رز أبيض، والحلو بتاعنا النهاردة
fruit salad أنا عاملاه لِك فري لوحده. أدي بقى الحواوشي بتاعنا وأدي الفراخ، الفراخ طالعة تحفة، تتبيلتها روعة وجميلة والحواوشي مضبوط جدًا وسواه جميل. ولو عجبتِك أكلتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.